بكوخ لتربية الدواجن بدوار مهابة قبل أن تتدخل مصالح الحماية المدنية لنقل جثتي الضحيتين إلى مستشفى جريع الذي استقبل بدوره عددا معتبرا من ضحايا الاختناقات وإصابات وصفت بالخفيفة. هذا وقد باشرت مصالح محافظة الغابات بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية في عملية تجنيد واسعة من أجل التحكم في لهيب النيران وضمان عدم وصوله إلى المناطق الآهلة بالسكان، خاصة مع سوء الأحوال الجوية المسجلة أمس، حيث شهدت هبوب رياح قوية ما صعب من مهام أعوان مصالح الحماية المدنية وفرق مصالح الغابات، فيما أعرب المواطنون عن مخاوفهم من انتقال اللهيب لمنازلهم، ما خلق أجواء من الهلع بأعالي جريع. دير لوبيتال سيدي غيلاس بور المومون ساعة 52 لي بليسي، 37 فران، 15 مازال يتنقل لوبسيرفاسيون. لا سيتوياسيون بور المومون إلي ميتريزي، يا با دو بروبليم. ضحينا بحياتنا، عاوننا لي بومبي، عاوننا الناس، عاوناهم كاع، طلعنا سمحنا مولينا سمحنا فيهم. انا على السلامه صافا شويه صافا عمار انت اي ما شبهتك صافا الحمد لله خويا الله يسلمك. صح حبيبي صح خويا. دارت الديقه شعلت في كاع الجبل، كلات ديار الناس، كلات البقر تاع الناس، والسيد منا من القرايه توفى ربي يرحمه ويوسع عليه، شعلت فيه النار، قرع تاع الغاز كانوا يطرطقوا، وطلعنا احنا درنا اللي علينا، عاوننا جوارينا، عاوننا اولاد بلادنا. قرايه اليوم حوالي 12 حريق على مستوى 10 دي دوار، وين سخرنا الامكانيات، كل الامكانيات الموجوده على مستوى ولايه تيبازا، اضافه الى الامكانيات والدعم اللي تلقيناه من الوحده الوطنيه للتدريب والتدخل بالدار البيضاء ومديريه الحمايه المدنيه لولايه الجزائر.